واخيرا في سوهاج حد عمل تجربه الكشري الحلو. يلا بينا نشوف التجربه عامله ازاي. في اول الفيديو عايزك تقول الحمد لله وتشكر ربنا كتير جدا 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 على كل حاجه في حياتك، ايا كانت ظروفك ايه، فانت احسن بكتير جدا من ناس تانية. قول الحمد لله ويلا بينا نكمل الفيديو. الفكره ان في مكان عمل تجربه جديده جدا اللي هي الكشري الحلو. طبعا اول حد عمل الحوار ده كان في القاهره اللي هو وزير الحلو، بعد كده عملها بلبن، بعد كده اخيرا في سوهاج عملها المكان ده. اسم حلواني كبير جدا في سوهاج، انا مش هقول اسمه عشان ما حدش يفتكر ان انا بعمل اعلان، انا جاي بس انقل تجربتي ليك واوريك شكل الحاجه دي عامله ازاي. لربما تكون خايف انت تاخد التجربه دي وتشتريه ويطلع وحش، او مثلا يطلع فاضي او الغالي، فانا جاي اقول لك تجربتي ومش هقول اذا كان حلو او وحش. او انا لما رحت للاسف ما كانش فيه غير 3 فليفرز اللي هو كشري المانجا، النوتيلا، وكان فيه كراميل بس انا ما حبيتش الكراميل. كنت للاسف عايز اجيب اللوتس بس طلع خلصان. زي ما انتم شايفين يا جماعه ان هو في حجمين، كبير ب 45 انا طلبتها مانجا، والصغير ب 30 انا طلبتها نوتيلا. فانا دلوقتي هجربه في الطعمين بس اللي هو المانجا والنوتيلا وان شاء الله خير. اول حاجه نفتح العلبه ونقول بسم الله. ادي يا جماعه زي ما انتم شايفين شكلها عباره عن 1 2 3 4 5 يعني في حدود 6 قطع مانجا. برضو يا جماعه اللي ما يعرفش الكشري الحلو بيتكون من ايه، طبقه رز بلبن، كريمه، كنافه، توبنج عليها بعد كده رشه الجلاش اللي هي زي ما احنا شايفينها دي، وبعد كده التوبنج اللي هو المانجا او النوتيلا او اللوتس او الكراميل. فانا هنشوف دلوقتي، هناخد بالمعلقه كده، يعني هو الحجم كبير جدا زي ما احنا شايفين. بحاول اجيب بس ايه بالرز بلبن. ادي يا جماعه شكل المعلقه زي ما احنا شايفين ان هي برده من تحت جواها العصير. تاني حاجه معانا يا جماعه اللي هي الكشري بطعم النوتيلا، لحد ما حجم اصغر شويه. يعني انا متهيألي ان انت لو هتجيب الحجمين لا هات الكبير، فرق 15 جنيه بس اكبر بكتير جدا يعني. بس هنشوف من جوه هل مليان حشو وداخل كله في بعضه زي اللي فات ولا لا، هو ده اللي هنشوفه دلوقتي. زي ما احنا شايفين يا جماعه ان احنا قلنا من تحت خالص رز بلبن، بعد كده كريمه، بعد كده كنافه، بعد كده اللي هو الجلاش ده وعليه شويه رشه، ده ممكن يكون من اوريو، وعليها بندق وحاجه كده كويس خالص. هننزل بقى نحاول بقى بالمعلقه. ايوه نعمل كده، هو ده اللي انا عايز اوريهولك بقى. انا اصلا عامل الفيديو ده علشان خاطر اوريلك المكونات دي عامله ازاي وهل هو فعلا مليان ولا لا. وفي كمان الظاهر عصير مانجا، يعني هو رز بلبن مع عصير مانجا مع كريمه مع كنافه مع النوتيلا مع الجلاش مع الحاجات دي كلها. ادي المعلقه يا جماعه، لا يعني هي كويسه خالص. الغرض من الفيديو ده ان انت تشوف التجربه كانت عامله ازاي. انا عن نفسي بحب الحاجات المختلفه والحاجات الجديده، وبحب الحاجات اللي بتبقى كلها داخله في بعض كده، زي مثلا فكره الكشري. المهم لو انت عارف المكان اللي انا بتكلم عليه ده هو محل حلويات مشهور جدا 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 في سوهاج وليه افرع كتير جدا، لو عارف المكان طبعا اكتب لي في الكومنتات. واحب اشكرهم جدا على الفكره الجميله دي وان هم قدروا يتحدوا نفسهم وينفذوها. ده مش اعلان ومش واخد عليه فلوس، وممكن تقول عليه كده ريفيو بسيط جدا. اتمنى الفيديو يكون عجبك. كان معاك كرولوس نمر اول فود بلوجر في سوهاج كلها، بس انا ريحت علشان خاطر الاقي ان الدنيا بقت زحمه ولبش وبقى اي حد يقول اي كلام على اي حاجه، فانا مريح. فاتمنى ان الريفيو البسيط ده يكون عجبك. مع السلامه.